مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم. يتجدد دائما بكم اللقاء في بيت العيله. الحقيقه زي ما احنا متعودين دايما في بيت العيله يكون معانا مجموعه من الاخبار تهم مشاهدينا، ده بالاضافه طبعا لمجموعه من او يعني ركنين حواريين دايما بيكونوا معانا في بيت العيله، واغلبيه طبعا الكلام بيكون عن الاسره ونفسيه الاطفال. والنهارده تحديدا هنتكلم عن المشاكل اللي بعد الطلاق، وايضا هنتكلم عن نفسيه الطفل. ده على فكره بيهمنا جدا في بيت العيله. خلينا في البداية كده مشاهدينا نشوف أول حاجة وهي أخبارنا النهاردة. معظم الأخبار دايما اللي بنقولها في بيت العيلة بتهم كل مشاهدينا. الخبر الأولاني بيقول جهاز الاتصالات يطلق تقنية الشريحة المدمجة اللي هي ESIM بالسوق المصري. أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقنية الشريحة المدمجة ESIM في السوق المصري، وذلك بعد استكمال مشغلي المحمول الأربعة لكافة الاختبارات الفنية اللازمة لتشغيل هذه التقنية من أحدث الابتكارات الرقمية في مجال الاتصالات، حيث تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين في مصر. كما تأتي التقنية الجديدة في إطار حرص الجهاز على تحقيق أهدافه المقررة بموجب قانون رقم 10 لسنة 2003، على الأخص العمل على مواكبة التقدم العلمي والفني والتكنولوجي في مجال الاتصالات، والتزامه بتقديم حلول تقنية متطورة تسهم في تطوير سوق الاتصالات ودعم عملية التحول الرقمي. تعد الشريحة طبعا التقنية الجديدة دي تستخدم بدل من شرائح المحمول التقليدية، وتمكن التقنية المستخدم ليها من تبديل بين شركات التليفون المحمولة بسهولة دون الحاجة لتغيير الشريحة فعليا. كما انها تعد اكثر امانا من الشرائح التقليدية، حيث انها مدمجة داخل الجهاز ولا يمكن ازالتها بسهولة، مما يقلل من خطر سرقتها او اساءة استخدامها، ويسهم في تحسين تجربة المستخدم ويعزز كفاءة واستدامة خدمات الاتصالات. يعني نتمنى طبعا التقنية دي يكون كل اللي بيتجه ليها اتجاه للخير مش اكتر، لكن واضح طبعا انها تقنية جديدة يعني هتعمل طفرة في السوق المصري. وزير التعليم يبحث عودة اختبارات السات لطلاب الدبلومة الامريكية في مصر. طبعا احنا عارفين الدبلومة الامريكية ده نظام تعليمي موجود في مصر يعتمد على السات والامتحان لاكثر مرة. عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفني عبر تقنية الفيديو كونفرنس اجتماعا مع مسؤولي مؤسسة كوليدج بورد لبحث عودة اختبارات السات لطلاب الدبلومة الأمريكية بالمدارس الأمريكية في مصر. وأعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن تقديره للدور اللي تلعبه كوليدج بورد في توفير اختبارات دولية معتمدة من خلال تطوير إدارة اختبارات السات وغيرها من الاختبارات الموحدة، مؤكدا على أهمية التعاون بين الوزارة والمؤسسة لعقد اختبارات دولية رقمية بآليات دقيقة لطلاب الدبلوم الأمريكية بما يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب. نتمنى بس تكون الاختبارات ديت فعلا جيدة وقوية، لأن يعني الفترة اللي فاتت كنا نسمع دايما طلاب الدبلوم الأمريكية بيكونوا أضعف كتير من طلاب الاي جي وطلاب الثانوية العامة. وأخيرا سداد رسوم الحج الفائزين بالقرعة حتى 22 ديسمبر بالبنوك الوطنية. طبعا كل الناس اللي نزل اسمها في القرعة بنقول لهم ألف ألف مبروك. بيبدأوا يسددوا يوم 22، ده كان هيبقى آخر يوم 22 ديسمبر. تستمر عملية سداد تكاليف حج القرعة حتى يوم الأحد 22 ديسمبر 2024، حيث يمكن سداد المبلغ الإجمالي بقدر طبعا 220,300. طبعا ده غير تذكرة السفر وغير أي مصاريف أخرى تطلبها السلطات السعودية. فروع طبعا البنوك الوطنية أهلي مصر القاهرة، وطبعا مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية. يشمل هذا المبلغ تكاليف الحج زي ما قلنا باستثناء تذاكر السفر التي سيتم تحديد سعرها لاحقا عقب إعلان الشركة القابضة لمصر الطيران، ويشترط سداد المبلغ من خلال بطاقة الرقم القومي وتكون سارية يعني صالحة. طبعا المبلغ 220,300 غير تذاكر السفر، يعني هو مبلغ كبير بالنسبة لحج القرعة، لكن احنا بنتمنى لهم طبعا حج طبعا مبروك وذنب مغفور بإذن الله، وإن شاء الله يروحوا ويجوا بالسلام. في أولى بقى حواراتنا النهاردة هنتكلم عن تأثير الطلاق على الأبناء. ده مهم جدا. الناس بتنتقم من بعضها في الأبناء، ودي مصيبة. الأبناء بيطلعوا مهزومين ومهزوزين، إلا من رحم ربي بقى، وناس تكون عاقلة وعلى مستوى ثقافي كويس أو راقي. بيسعدنا النهاردة يكون معانا دكتورة منى حسين، الكاتبة والإعلامية والأديبة. أهلا وسهلا بيكي. أهلا وسهلا.
الحقيقه طبعا يعني انا برحب بيكي، طبعا مش هرحب بيكي ده في بيتك حبيبتي ميرسي. التلفزيون المصري. خليني اتكلم في الاول، هو ليه بنوصل لنقطه الطلاق؟ يعني احنا ليه ما بيبقاش عندنا تسامح؟ او السؤال بمعنى اخر، هو ليه احنا جيلنا كان عنده تسامح وحلو وكان بيمشي الامور، والجيل الجديد ده يعني مش هقول جديد قوي، مفيش تسامح، مش بيعدي الامور ليه؟ هل ده اختلاف التربيه ولا ثقافات ولا ايه؟ لا شوفي، كل علاقة أسرية بين زوج وزوجة اهم كونوا أسرة اهم اه مختلفة عن التانية. لو كانوا اخوات مختلفين طبعا. قوة التحمل بتختلف. بيبقوا اتنين اخوات، واحد بخيل جدا، على فكرة بخيل مش بس فلوس، بخيل كمان في العلاقات، في بخيل في العلاقات التعامل، ده حقيقي. بخيل في كل حاجة. مم. والاخ التاني ما شاء الله حلو مختلف جدا. تماما، هايل. مهم. فيبقى ملهاش دعوة بجيل او بكذا، لا احنا بنتكلم عموما. عموما. فلما نيجي نتكلم في ان في اتنين، في زوجة بتصبر وتحتمل كتير عشان خاطر ولادها، مم. فممكن ما توصلش لدي. احنا دلوقتي معظم الطلاقات بتحصل في اول سنة زواج. مم. كل واحد جاي من بيئة مختلفة، من أسرة بسيستم مختلف، بحياة طبعا. مختلفة، ما درسوش بعض كويس، الماسكات فضلت فترة أطول. مم. لما جينا نشيلها واتجوزنا بقينا فيس تو فيس بشكل حقيقي، مم. اختلفنا تماما. ومع شهر اتنين تلاتة مشاكل تفاقمت وتوسعت ووصلت للأسر الممتدة، وبالتالي هنا كل واحد بيخاف على ابنه أو بنته، مم. يبقى ينفصلوا. فهنا ده قرار. ما عادش حد بيقول لك عيشي وكملي. لا 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 ده لا، حتى بتبقى حامل او بريجنت، يعني بتبقى وخلفت وبتنفصل. وتقول لك لا، احسن مش نجيب هتقدر، اتنين. بالظبط كده. الراجل في مثل هذه الموضوعات او الحالات مم. بيبقى عنده مشكله ان هو مش قادر يغير حياته. يقول لك انا مش جايب واحده تخنقني، انا عايز اخرج وادخل براحتي، انا عايز اعمل ده. طب فين دورك؟ سيبك ان انت بتخرج وتعمل، وهي خلاص اوريدي طالما جابت بيبي قعدت. مم. قعدت على الاقل اول سنتين دول ما فيش يعني احنا دايما نقول ايه، ما حدش يودي ولاده حضانه الا بعد ما ينطق ويعبر، عشان لو اتعرض لاي حاجه خطا هناك يقدر يجي يعبر. يقولها. مم. يجي يقولها كمان. ما احنا لازم مم. نوصل منه ان هو بقى مدرك صحيح. للصح والغلط، مم. لانه اتأسس في البيت صح. مم. فهي قعدت ماشي، يخرج ويروح ويجي. طب قوم بقى دورك التانية. مم. بيتخلوا بقى، مسؤولية. لانه ما تعودش في بيت باباه ومامته على كده. مم. هو ما تعودش يجيب، ما يتعودش يعمل. هو كبيره ان هو لو هيوصل مامته للسوبر ماركت يستنى تحت في العربيه، مم. ماما تجيب وتحاسب وتجيب له العربيه طيب لحد عنده يبقى احنا ودخلها. هنا يا دكتور هنقف عند حتة، يلا بقى عايزين نفرح بيك، يلا بقى هات لنا بيبي، يلا بقى مش عارف ايه، وهو عايز يتجوز لأغراض معينة، عايز يتجوز. لكن الزواج المفروض ان انا بختار بارتنر، بختار شريك بالظبط. حياة في مسؤولية، مش زرغوتة وليلة وخلاص وفستان وبدله، وفستان لا وبدلة وخلاص. لا 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 خالص. لا. معظم اللي بيجوزوا في الفترة دي انا بحس ان هم فاكرين ده. ده حقيقي. قبل ما نخش بقى في موضوع الطلاق وكده، هل المفروض ان انا ادي كورسات للبنات دول، للشباب دول، ضروري ندوات تثقيفيه؟ ضروري ضروري ضروري. وممكن اقول انها تبقى دورات رسميه زي ما بنعمل دلوقتي اختبارات مم. في الصحه، تحاليل وحاجات مم. معينه، ونشوف الار اتش بتاعتهم، ونعمل كل الحاجات دي بيفور، مم. وبناء عليها نعمل هو الزواج الرسمي. زواج. يبقى لازم اعمل ده كمان، علشان يبقوا فاهمين انتوا مش رايحين تهزروا، انتوا رايحين تأسسوا أسرة. أسرة يعني مش أنت وزوجتك بس، أنت وزوجتك ويبقى في أطفال. هتعرف تتعامل معاهم؟ هتعرف تأدي لهم حاجات ولا مش هتعرف؟ مم. وانت هتقدري تقومي بدور اللي مامتك بتقوم بيه؟ انت مش ايوه جايه من حته صحيح. تانية، طبعا. انت مش جايه مكان، انت آه. نفس المجتمع، نفس العادات والتقاليد. طبعا. فانت عليكي ادوار، هتقدري بيتك ولا مش هتقدري؟ وشغلك وابنك، هل هتقدري تعملي ده ولا هو والزوج ده ليه متطلبات. مثلا؟ سيبك من كل اللي انت شايفاه ده، اه. لا 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 لا، ده هيبقى في البيت حاجه تانية. مهم. هتعملي كل ده. في ناس، انا اعرف ناس ليله الزفاف اتفزعت منه، ما كملتش وكانت حملت وانفصلت. يبقى ما على فكرة. تخيلتش الصدمه في ساعه الزواج دي بشكل وبحاجات معينه، لا خلاص. طيب معلش، وكانت كبيره مش صغيره، ده حاجه و30 سنه. طب ازاي مامتها ما قالتلاش ان في كده وفي حاجات مفيش التوعيه دي، لان احنا مجتمع مغلق؟ محافظ فما يقولش الحاجات دي.
ما عندناش اي حاجه. يعني انا فاكره ان احنا كنا في ايام ما كنت بعمل الدراسات العليا، فكانوا بيتكلموا في ان ممكن تنزل مناهج تعرفهم ثقافه جنسيه. احنا واخدينها في اعدادي زمان في العلوم، ان لما يحصل الزواج يحصل يحصل كذا كذا. وبعدين كذا واخدينها وبعدين وكأن احنا بنتكلم في الحاجات اللي هي البيولوجي. واخده في بال البيولوجي حضرتك؟ في أجهزة فدرسنا ده وفهمنا، لكنه كأني بتكلم على الوردة والتلقيح بالهواء وبالتلقيح بالعصفورة وبالنحلة ما هو ده حصل، احنا عرفنا ده فخدناها أذت. لكن ايه هي التفاعلات وايه حاجة دي؟ لا حتى الدراما بتتفلتر، مفيش طبعاً مشهد لان كده يبقى احنا خارجين بقى. طبعا ده خروج عن النص، بالظبط. او خروج عن الادب والاخلاق. ما بس ينفعش. المفروض ان انت تبقي عارفه ده. وانا بشوف فعلا زي ما حضرتك بتقولي في بنات بتتصدم، ايوه ده حقيقي، وبتكره الدنيا دي بالظبط. وتكون خلاص بتجيب اولاد، لانه موضوع ال الاولاد حاجه والانسجام في العلاقه حاجه تانية خالص. تمام. فانت كده عملتي حائط صد، وبيفضل على فكره مده طويله، وممكن يكمل معاهم، يكملوا او ما يقدروش يكملوا. بالظبط بالشكل بالظبط، لان مش كل الازواج بيتحملوا آه. الحاله دي الحالة دي كتير، صحيح. يحس ان هو غير مرغوب فيه. طب وانا ايه اللي مقعدني معاه؟ مثلا بيشوف بقى زوجة تانية او بيطلقها، وما بيبقاش عنده امكانيه ان هو يجي يشوف بيت تاني. احنا عارفين ان كل واحد ظروفه الاقتصاديه محدده، فمش هيقدر بقى يفتح بيتين زي ما بيقولوا، فيتخلى عن اسره علشان يعمل اسره اخرى ممكن. فيبقى هنا الطلاق هنا اما ان هو اختيار فردي، واحد خد القرار، وطبعا اللي عنده السلطه دي في الغالب هو الزوج، لكن الزوجه لو هي رفضته بتطلق، لكن مثلا سايب الخلع او بانها بتوسط اهلها طلقوني منه مش عايزاه. اذا رغبه واحد من الاثنين وواحد متمسك، لكن هيتم. او ان هم اتفقوا احنا مش قادرين نكمل مع بعض، احنا حاولنا على مدار فترات كبيره وفي الاخر ما حققناش اي نجاحات. بس معلش انا هنا بعول جزء على الام. يعني المفروض انها تنصح بنتها بحاجات معينه، يعني في كذا وفي كذا، ما هو كلهم الرجاله كذا، يعني في كلام بيتقال يا جماعه في المواقف ديت، وفعلا بيعدي بر الامان. يعني الام لما بتكون مستوعبه وتكون الى حد كبير مثقفه، المفروض انها تقعد مع بنتها وتقول لها اصل انت مش، طب ما هو كله كده، ما هو ده نظام معين وكذا وكذا المفروض، يعني ده يعني انا بتكلم على جيلنا حصل فيه كده. تمام. وكان في استيعاب بشكل كبير طبعا. لكن لما تلاقي نماذج، يعني انا كنت مع حضرتك تماما في دي، يعني البنت تكمل في بيتها وهنتكلم ان هو تستمر وكل الرجاله كده وهيتغير لكن لما لقينا في بعض الحوادث مجرد ما اختلفوا مع بعض وحصلت حوادث كبيرة، يا إما اعتداء على الزوجة أو الزوج أو الأبناء كمان نكاية في الآخر، فهنا لا، هنا لا. يبقى إذن طالما يعني استحالت العشرة وحاولنا بكل الطرق التقريب بينهم وان هم يتواصلوا من جديد، طب نصبر على بعض، طب نتجنب بعض، طب ناخد اجازه زوجيه شويه، نعمل ده شويه شويه شويه. ما لقيناش بعد كده الحماس للرجوع، طب نحاول تاني يرجعوا البيت، لا ده لسه ده زاد، دي زادت، ده عارفه يعني بيبقى رد الفعل من الاخر هو مستني يشوف حاجه جديده طرقت، فممكن تكون هي راجعه مكرهه فمش هتقدر تعمل له اللي هو عايزه فهتتراجع تاني. هنا مش هنجبرهم على بعض لان الدين يسر، والطلاق ابغض الحلال لكنه حلال طول ما احنا لوحدنا. طب بقى في ولاد فين دور بقى الاثنين؟ هي طبعا خليفه بيت، ده بقت ام وبقت الله، طب ما هو مين هيعمل ده؟ هل انت عندك امكانيه زي زمان كده يجيبوا لهم مرضعه ويجيبوا حد يربي وحد يعني؟ انت ما عندكش. يبقى يا تتعاون معاها عشان توفر نفسك شويه وقت تبقى منها هي تقعد معاك، يا اما ما تلومهاش. على فكره انا برضو بقول على حاجه، هو ليه دايما هو اللي محتاج تقعد معاه وهو مش عارفه ايه؟ لا، ما انا كمان عندي احتياجات، محتاجه حد يطبطب عليا. ما هو مش ممكن، ما فيش حاجه اسمها حقوق جوزك، طب ما في انا كمان ليا حقوق. يعني ليه دايما بنبخس حق الست؟ طب ما لها حق في، على فكره لو كان عندها خادمه في بيت ابوها كان هو المفروض يجيب لها الطبطبه، الكلام الكويس،
الدعابه، انك تبقى مسؤول عن كل حاجه، انك تنزل تجيب كل حاجه لبيتك، المصروف، الحاجات دي كلها دي فين لو ده ما كله؟ بتشتغلش وقاعده في البيت مفروض تعمل لها كل ده، بلس ده تديها نفقاتها الخاصه، بتروح كوافير، بتنزل تشتري طقم جديد، بتعمل حاجه. ما هي مش عشان اتجوزتك خلاص، لا ده حصل لا. تغييرات كمان في جسمها، مش كل اللي عندها بقى ينفعها دلوقتي. طبعا طبعا. فانت ما تبقاش كمان يعني عفوا كبلتها بقيود ابناء، لان انت عايز ده يعني ثقافه المجتمع دايما تقول ان الابناء بينسبوا للاب، فاوريدي بيتكتب في شهاده الميلاد للاب. طبعا طبعا. فانت امتداد لعائلتك، طب ما طبعا. تعمل ده وانت حابب ده. طبعا. وكتير من الرجاله بيحسوا ان الانجاب ده يعني انا كده طبعا. ما حصلش. طب بالذات لو ما ولاد. تدفع بقى الضريبه يعني. لا، هو حضرتك الشرع قال ان الانفاق للقوامه، انت بتنفق فانت لك قوامه. على أسرتك، يعني صح. في ناس كتير قوي ما يعرفوش ان الانفاق على الزوجه هو ده اللي يحق له الاستمتاع بيها. على فكره ده كلام الشرع قايله، ما فيهوش اي نوع من الحرج. وعدم الانفاق بيخيرها تكمل، ولو كملت في البيت بعدم الانفاق بيخيرها تكمل في البيت عنده ولا لا، ولو كملت هي لها الحريه الشخصيه فانها تطلق العنان للاستمتاع بها او لا في حاله عدم الانفاق. معلش مواضيع بس كتير في بقى. بعض التفسيرات الذكوريه للدين بيحرم انها تمنعه من ده. فاتس اوكي، خلينا ان كل واحد عليه واجبات وفي المقابل ليه حقوق طبعا. فكل واحد يكون قائم بده. كل ده واحنا عاقلين مدركين فاهمين، احنا كبرنا بشكل يعني اهلنا لموضوع الزواج. تمام. طب والابناء؟ طب الابناء دول لو احنا اختلفنا وفي ابناء، ما يبقاش اول ما نتجوز. في ناس دلوقتي كتير بتتجوز بتاخد 4 5 سنين ما تخلفش، ده بقرار منها مش عايزه، لان مش ما بانش كل حاجه، فهي مستنيه تشوفه بقى. كتير ده الجديد، ده دلوقتي ده تفكير كويس جدا، لان انت كنت اول ما تتجوزي ها مفيش جديد، خلفتي خلفتي يلا بسرعه، مفيش حاجه جديده، مفيش عارفه ايه. ايه. كويس اللي حضرتك بتقوليه ده. دي نماذج لايف انا شايفاها بنفسي. حلو قوي. خدوا القرار ده البنات. احنا مش هننجب على فكره، الانجاب في الغالب مرأة، لان المرأة هي اللي بتقدر تمنع، الزوج ما بيمنعش، هي اللي بتمنع. فهو قرارها. فدلوقتي ابتدت تتراجع الاجيال الجديده عن عمليه الانجاب السريع ده. صح. فخلاص، فالبعض مش كله، لان تختلف من مستوى اجتماعي لمستوى اخر. طبعا. لان طبعا. في اماكن تانية لو ما خلفتش بكره واحنا عايزين الحفيد يلا خلاص تمشي. في ثقافه مجتمعات ريفيه وصعيديه وغيرها، هو ده التارجت من الجواز. طب احنا خلفنا في اي مستوى بقى كام، بتقعد عشان ولادها، لان هي بتحسبها كتير. هتقدر تعمل ايه لو الاب ده مش موجود؟ هو لو غاب باراده ربنا ده موضوع تاني. هتشيل ومش هتبقى متضايقه. لكن لما هو يبقى نكايه فيها، مش عايز يديها نفقه الولاد، مش عايز يعمل لها حاجات، وبالامر بقى احنا هنلعب بقى قانون بقى، نقف قصاد بعض. انا مش هديكي النفقه، هبقى اجمعها لك، وبيعملي هجمعها كده، وهاتي محامي عشان ياخد نسبه منها، اقطر عليكي الفلوس، وبدل ما اديها لك حسب ما احنا اتفقنا كمان لو في اتفاق. بس خدي بالك من حاجه، النفقه دي ممكن تحدد من خلال محكمه بنسبه من الدخل بتاع الزوج، وفي الغالب هنا بيدوا له الدخل الاساسي، ما بيدوش التوتال طبعا. فيبقى هنا في تلاعب كبير. لكن اتس اوكي، ده القانون. طب لو اتفقنا بشكل ودي وعملنا اتفاق مكتوب ومقدرتك قد كده وتنازلنا شويه ماشي اوكي، هنكمل على ده لان اوريدي الزوجه بتشتغل. طب مش هدفع. وبالامر بقى هشوف الولاد، هاخد حكم رؤيه. فتلاقي نفسك مش واخده حاجه ومضطره، اسفه، عشان ما تاخدوش منك الولاد وتتنقل ايوه يشوف الولاد، فتاخديهم للمكان اللي هو متحدد وتروحي تقعدي معاه، او ما تقعديش معاه لكن هو يبقى قاعد بيستفزك. ده لو خطب واحده او اتجوزها جاي يفرجها عليكي. عارفه يا نهار ابيض. في ناس سوداويين، مش بهزر، دي نماذج اوريدي موجوده فعلا. هو بيضايقها، هو بيستفزها. طب انتوا ايه اللي مضايقكم؟ طب كنتوا متضايقين من امي اختي، طب انا هرفع لهم قضيه رؤيه واجيبهم. الولاد هنا المشكله فيهم، هم بينكفوا في بعض. هو بيستغل ده، بدل ما تسيبها رايقه تربي لك الولاد اللي هم شئنا ام ابينا باسمك، ولادك هم امتداد ليك ولاسرتك.
بدل ما تدعمها بتبقى تستفزها اكتر وتضايقها. شيء غريب يعني. طب والولاد بقى؟ شيء غريب. والولاد دول اداه؟ لا، ما هو الولاد دولت اداه. كل واحد بيدفع الفواتير هم. هو ده ليه بقى؟ فكده بتيجي على نفسيتهم. لكن انا بالظبط. عايزه اعرف ليه كده. ما هو ليه؟ ما هي مثلا عشان مش اسويه. يعني هي رفضت العيشه معاك، او انت رفضت يا سيدي العيشه معاك، خلاص. الولاد ذنبهم ايه؟ الولاد ما لهمش ذنب. الولاد يتربوا بشكل كويس، وزي ما حضرتك قلتي هي مستوى ثقافي معين. المستوى بالظبط. الثقافي اللي حضرتك بتتكلمي ده مستوى ثقافي منحدر. اللي بيعمل كده يجيب هم حد عشان يضايقها. الولاد بيبقى عندهم النعره عاليه شويه. فمش هي مش احنا طلعنا بس انا هجيبها تحت مش عارفه رجلي، ده انا هخليها تيجي وتعمل. هي مش هتيجي، ما هي اوريدي ما بقتش ضعيفه زي زمان. فهي الموظفه اللي ليها دخل كويس ومتميزه وليها وضعها. انت غيرت منها لما هي نجحت اكتر منك. فانت وصلت لدي انكم لا طب ممكن اطلعها شويه لحد ما تتعب وانا بستفزك تقوم ترجع لي غبي. اللي يفكر بالطريقه دي يبقى غبي. لان المفروض تحسن اكتر وتبين الوش التاني علشان تبتدي تستقطبها تاني علشان خاطر ولادك. اذا كنت فشلت في الاول وكنت لسه صغير فانت دلوقتي بقيت اكبر شويه ومريت بتجربه سيئه. ما تفتكرش انت لما انفصلت قعدت لا طبعا برنس يعني. لا. وده بيخدمك وده بيخدمك. ده مامتك اول واحده متضرره منها طبعا. ما صدقت خلصت منك وقعدت لوحدها. اخواتك مش حابين. لا يا دكتور، كمان هو فشل في عمل اسره. هو بيربي بقى قوي يعني. بالزبط. انت المفروض ترمم الاسره دي، لان انت رب البيت زي ما بيقولوا. يعني انت الراجل. دايما يا جماعه الراجل عليه كتير قوي 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 في ترميم الاسره. تيجي تتفكك منك، لا رممها. لان انا دايما بقول ان انا اكمل طالما مفيش حاجه يعني فظيعه ما تخلينيش اكمل، افضل كتير من ان انا اهد كل ده وابدا من جديد. وانا بقول برضو للست ان هي مش هتاخد كتير على فكره لما تتطلق. لما تتطلق مش هتاخد كتير. ده هتخسر برضه. هتخسري. انت فاكره هيدوكي ايه يعني؟ بالقانون كده هيديكي ايه؟ مش يعني اللي انت قاعده معاه ده هتزنقيه في فلوس اكتر من لما تمشي. ده لو كان بيستجيب. ما هو من خلال العشره حتى لو كانت سنه او سنتين على فكره بيحصل ده. العشره بتجيب استجابه. معلش يعني معظم الناس اللي شفتهم لا، يعني الاول غير الاخر. يعني مش محدش بيقول لك حد هيغير طبعا حد، لا خالص. الى حد ما بيستجيب لحد ما. لان انا شفت كتير قوي اتطلقوا واتجوزوا تاني ما ارتاحوش برضه خالص واقسموا ان الزوجه الاولى كانت نعم زوجه وربنا استكترها علينا لما احنا اتبطلنا عليها. ايوه. وندمانين ندم. ومش بيبقى زوج واحد او زيجه واحده بعد الطلاق ده واحده واثنين وثلاثه ومفيش فايده. بس هو خسر اللي هي الطيبه الاولانيه اللي كان ممكن تتبرمج معاه وتستمر معاه لو هو عدل بس في السلوك. مش في اكتر من كده. ممكن يبقى دي مش مشكله. اقول على فكره يا دكتور، عمر البيوت الثانيه ما حلت مشاكل الاولانيه. يعني انت كان عندك مشكله في الاول مش لاقي سعادتك، عندك فراغ عاطفي وعندك مش عارف ايه، كلام فاضي. هو بيقنع نفسه، بيروح بقى للفراغ العاطفي هيتملى، بيبرر لنفسه وروح بتلاقي الدنيا الدنيا باظت. يعني انا بشوف امثله كتير مش كويسه. خلينا في الابناء بقى. اوكي. هنقول خلاص انفصل خلاص ده حكم ربنا وخلاص وانفصل. ازاي يتم التعامل بشكل راقي بحيث ان الولاد ما يطلعوش معقدين نفسيا؟ لان احنا ساعات بنقول ان الطلاق علاج لمشكلات كتير. فازاي يتم التعامل بقى بحيث ان انا الولاد يطلعوا اسوياء؟ ازاي اكون انا وطليقتي اصدقاء نتكلم من فتره بمنتهى الرقي في ظروف الاولاد؟ لان انا ممكن اخسرك كزوج بس ما اخسركش كصديق ولا اب لولادي. انت مفروض عليا بكل الطرق. فلازم نبقى احنا متعاونين لان ده نتاج زواج. ده الشجره اللي احنا زرعناها وهنعتني بيها حتى لو ما كانتش باسمي ولا باسمك، بس خلاص هي اوريدي دي بتاعتنا. فتعالى نهتم. هنتعامل مع الولاد. هم الولاد اوريدي جات لهم صدمه لان هم فقدوا احد الزوجين، يا اما الام يا اما الاب. هم عايشين مع حد منهم بس. جميل. ايهما بقى؟ لو ما عايشين مع الام ممكن يبقى هنا
مفتقدين ان في اب يبقى الحمايه ويبقى طبعا. ويبقى مم. احيانا بيبقى في غيابه بيعمل ازمات اقتصاديه طبعا. فالدخل بيقل، مم. لان خلاص كان الاول الزوجه بتساعد في الدخل مم. لكن هو الاساس. مم. طب دلوقتي هو كل اللي حالتها وهو كمان مش عايز يديها ابسط حاجه اللي هي نفقه الولاد مثلا. مم. فالدنيا بقت اقل، ده اتنقلوا من سكنهم كتير ما بتحبش تكمل في بيت الزوجيه، خلاص بتبقى قفلت منه، فيبقى لما انفصلت خرجت منه. ممكن تروح لاسرتها لو كانت اسرتها تقدر تستوعب ده او كذا. طب هي مش حابه، هي عايزه تبقى قريب من شغلها او قريب من حاجه، فهتضطر تنتقل بيهم لاماكن تانية مستقله. الدخل قل، فيبقى في ازمه اقتصاديه. طب اتحرموا من مشوره مثلا الاب في حاجه، او اذا كان هو بيعمل حاجه كده ليهم ربنا يهديهم يعني، ويخرج بيهم يتفسح معاهم يروح النادي يروح دي جزئيه بقت يوم واحد في الاسبوع مثلا. فخلاص قد ايه كام ساعه لو احنا هنتكلم بقى بالشكل الفورمال، يبقى هو الرؤيه دي 3 ساعات. طب ويتواصلوا ازاي؟ طب عايزين يذاكر لهم. احنا طلبنا قبل كده وقلنا ان القانون الرؤيه لابد ان هو ياخدهم يباتوا معاه يصلوا معاه. استضافه، دي اسمها الاستضافه. دي الاستضافه دي مهمه جدا للاب يا جماعه، ما برضه ليه حق. يعني احنا ما بنقولش له رؤيه يروح يشوفه في مكان عام يقعد 3 ساعات كانه ضيف. وهم كمان مش حاسين، مش مفيش حريه العلاقات داخل الاسره متوفره بره. الكلام ده كان يحصل في البيت عفوا، كل واحد ببيجامته وقاعدين جنب باباهم ماسكين موبايل بيتفرجوا على حاجه مع بعض، قاعدين في الانتريه مع بعض. في تواصل وحميميه في التعامل، قادر تقعد مع باباها ويحتضنها ويكلمها. لكن لما تبقى هناك كده ما ينفعش في وسط الاماكن العامه. ما عشان كده بيقول لي حطيناهم في ازمه نفسيه، بقت في مشكله. الاسر الراقيه بتسمح بالاستضافه، حتى لو كان هذا الزوج اللي انفصل عن الزوجه اتجوز واحده تانية، طالما ان هي بتحسن التعامل معاهم بيدوها له. في بعض الاسر ودي نماذج انا اعرفها بنفسي. طب كويس. واخده بال حضرتك؟ دي موجوده اوريدي. وفي ناس تانية ما بتثقش في هذا الزوج خالص، حتى ال3 ساعات اللي قعدهم معاه خايفه على ابنها ولا بنتها منه، لان هو كان سلوكياته وهم في البيت كانت وحشه جدا مع الطفل. فانت جاي دلوقتي بتشوف بالعند فيا عشان تجيبني ال3 ساعات وتشوفهم النموذجين موجودين. طب تفتكر ان هو مثلا ممكن يكون بيشحنه ضد مامته مثلا، لما بيقعد شويه دول هي عندها فكر يقول له مامتك وحشه وهي اللي سابت وهي اللي عملت نوع من يخليه يبقى مشحون ضد امه؟ او ممكن جدا يستفزه او يستفزها، خاصه البنت بتبقى متعلقه بباباها اكتر طبعا. فدي لو قال لها مثلا اصل مامتك مش عارفه ايه، طب هي لو قارنت بعد شويه، لو كانت كبرت شويه فهمت، هيبتدي يحاورها. لو كانت هي طفله ولا هتسمع له انت بتقول ايه اصلا، انا جاي اقعد عندك كام ساعه وهروح خلاص، ادي احنا غيرنا البيت وجينا معاك عشان ما نزعلكش. يعني دي طفله فاهمه كده. لكن لما تكبر شويه وهيبتدي يتكلم على مامتها، ما هي هتقارن بزوجة باباها التانية دي اللي هي شايفاها بنفسها، هتقارن بحاجات هو مين الصح، طب هو ده فين، لحد ما يكبروا ويعقلوا ويشوفوا سلوكياته. لان مفيش حد برضه بيقدر يكمل التمثيل لاخر دقيقه، لازم هيبقى في تركايه وهم بيكبروا بيفهموا اللي ما كانوش فاهمينه وهم صغيرين ده. بس ده لود نفسي طبعا. انا عايزه اقول لحضرتك بالنسبه للبنت في الظروف اللي زي دي بتبدا حتى في اختياراتها تبقى تختار غلط، بتختار دايما حضن بابا اللي مش لقيته، ما هتعوضه بالشوجر دادي، تختار بقى حد اكبر منها عشان يعوضها اللي فقدته. فبالتالي عقدة الاب سواء كان موجود وكان مش كويس او سواء ما كانش موجود، فهي بتبدا انها ايه، تختار حد يشبه السن الكبير، الاحتواء. ده لو غاب الاب، لكن لو موجود ايا كان الاداء، لكن هو بيقرب على قد ما يقدر منهم، فبيحصل ان هي خلاص اوريدي شايفه ده بس هي هل هتستمر او هتعمل. مشكلتنا في الزيجات اللي وصلتنا لده الزيجات السريعه، الزيجات اللي احنا بنقول ده مناسبين واحنا كده وتعالوا بقى بالورقه والقلم، ده بالظبط هنا كده وهنا كده يبقى احنا ايكوال، او الولاد عايزين بعض احنا هنجوز. طب ما احنا هنجوزك مره مش هنجوزك تاني، او هنجوزك مره مش هنجوزك تاني. انا اسفه يعني، شيلي بقى نفسك وخلص الموضوع. ما احنا مش قاعدين نجوز ونطلق ونجوز ونطلق. ما هو ده لود اصلا على الاسر اللي هي ممتده دي وعلى ابنائهم. طب نراعي بقى الاطفال اللي جبناهم دول عشان يطلعوا اسويه ويطلعوا كويسين، ما نعمل لهمش يعني. في لما يكون الاطفال صغيرين قوي بيبقى في ضغوط نفسيه طبعا، بتعمل امراض نفسيه.
بتتاثر عليهم، بيبقى فيه توتر، بيبقى فيه قلق، بيبقى فيه ارق، مش عارفين، مش حاسين بالاستقرار، مش حاسين بالامان. ما هو فقدان الاب في حياه كتيره ممكن يبقى احساس بالامان. طبعا ف, طبعا. ف يعني ما مجرد في زوج مسافر، ما هو الاسره عايشه، بس ده غاب لشكل تاني، فده وحش. لكن التاني ممكن يتواصلوا معاه ويجي وقت اي وقت. المشكله كمان ان هو يمنع فلوس معينه، فتضطر الام تنزلهم من المستوى الدراسي لمستوى الدراسي. طب ما ده بيلعب في نفسيه الطفل بشكل كبير، بيقلل منه. فهنا نقله في مستوى اقل، هنا ضايقه، هنا استفزه. ده ممكن لو مامته ما قالتش، هو اوريدي بيفهم. ومش هيلوم باباه، لان باباه مش كل الاباء بنفس اللين بتاع الام شويه. طبعا. فهو لما يتعصب، هو ده اللي موجود، وان كان عاجبك. طب ما هو لو كان ذكي اصلا ما كانش طلق مراته. ما صحيح، ما دي حقيقه. فايه يعني، لو قدر يستقطب الام ما كان قدر يستقطب الولاد. يعني هي كانت عايزه منه ايه؟ ما فيش مثلا. يعني كل متطلباتها في الدنيا كانت حاجات ولادها. يعني نادرا ما تلاقي حد بتولي نفسها على اولادها الا اذا كانت انانيه، وديت يتعدوا على صوابع، يعني مش ندره. لان الام دي فطره. دايما نقول الام فطره والاب تجربه. يعني الام فطرتها عمرها ما تخونها، لكن الاب تجربه. في اب ناجح واب فاشل. خلينا نقول انت بترجعي لاسباب الطلاق للراجل بشكل اساسي او بنسبه 90%. شوفي، القرار الطلاق عموما هو قرار ذكوري، لان هو عنده السلطه. فهي مهما ضغطت عليه، لو هو ممكن، يعني دايما نقول حتى لو حصل خلاف، طب اخرج وسيبها شويه، لانها لو خرجت هيبقى لود عليك انك تروح تجيبها من عند اهلها او تعمل حاجه. لكن انت لو خرجت شويه وهي هديت، هترجع بعد شويه، ده بيتك، وهي مش هتقفله في وشك. انا اسفه يعني، مش هتقفله، خلاص ده بيتك برضه، ويدخل اهلا بيك وكل حاجه. استوعب، اتعلم من اخطائك اللي عملت مشكلات مع زوجتك. اتعلم، انت ممكن ترضي الزوجه في ولادها، صح، ما تخليها هي، انت زعلان منها وهي وحشه وشريره. طب ودول ولادك، طب ومالهم دول، ذنبهم ايه؟ فيا ريت تتعامل معاهم بالشكل الالطف. هي لما تحس انك ده لو هتتجوز واحد غريب وبيحب اولادها هتحبه. دي حقيقه. فاذا الام قلبها متعلق باولادها، ده الطبيعي. والقانون ما بيديها ده. والقانون دلوقتي بيديها للولاد الحضانه كامله لحد 15 سنه للولد، ويخير بعدها. البنت لحد الزواج. انا بقى في موضوع التخيير ده دكتور برضو يعني خطر جدا ان يقف يختار. عشان كده التاني هيرفضه تمام، لان هو لو اختار ده خسره، ولو اختار ده خسره. بس في الغالب هيختار البيت اللي عايش فيه، بيت امه، اللي هو ما هو امه بقى خلاص. ده خلاص. فالتخيير ده انا مش بشجعه خالص. هو قاسي، لكن ما اعرفش هل يستفيد منه الزوج ولا ما يستفيدش منه. يقعدوا معاك او لا، ده صعب. او ما تدخلهمش دي اوتوماتيكلي، خليك مكمل زي ما هم. ما هو احنا لو بنراعي بقى، لو في عقل بقى، اصل دي احنا اللي بنلجأ ليها، الكبار اللي هو الزوج والزوجه لما بينفصلوا هم اللي بيلجأوا للقانون في عمليه اختيار دي، لان هو عايز يقول لها انت فشلتي وهاخدهم منك غصب عني. فهو برضو نكايه فيها بعد 15 سنه، ده انت مجنون بقى. يعني مش عارف كمان ان كان في يعني في الدراما ناقشوا ليه انا لما اتجوز يبقى تتاخد الولاد مني بالقانون، والزوج لما يتجوز عادي جدا. يعني القانون هنا شافها بشكل يعني ذكوري. يعني انا لما اتجوز، تفسير الدين في بعض الاحيان ذكوري. تفسير الدين ذكوري في بعض الاحيان. يعني انا دلوقتي اتجوزت وراجل كويس، ليه تاخد مني ولادي عشان انا اتجوزت؟ بس الزوجه الذكيه واللي بتعتمد على محامي فاهم، هنا حضانه الاطفال لو اتخذت من الام، لان هي اتجوزت تروح لام الام، فهم بتاعها في بيتها. بس برضو لسه بنعمل ايه؟ بنناكف في بعض. طبعا. طب ما تدينا فرصه. يعني خلاص، ما احنا قعدنا فتره وانت اتجوزت وعشت حياتك، طب ما تدينا احنا فرصه احنا كمان نعمل ده. طبعا. لا ما فيش. التعنت على فكره هي المشكله كلها في التعنت. انت عارفه لو الدنيا اهدى والناس يبقى عندها شويه ثبات انفعالي وشويه تسامح، بالزبط. الدنيا تبقى جميله على بالزبط. فكره، لان مفيش حد كله وحش ومفيش حد كله حلو. بالظبط. كتير حتى في اطار العمل بتتعاملي مع دي ازاي يا جماعه؟ انا بختار الحته الحلوه اللي فيها لاني مضطره اتعامل معاها علشان اعمل ايه؟ اعمل الشغل بتاعي كويس. فانا مش قادره اعمل ده على مستوى حياتي الشخصيه،
يبقى انا اللي بس خسرانه. انا اللي خسرانه، دي حقيقه. فاحنا بنطالب فعلا ان هو دايما نشوف ايه المميزات ونكبرها ونسيب العيوب، وبالتدريج. يعني الدنيا طبعا انا ما انكرش ان الدنيا في كل الجوازات بتبقى شاده قوي في السنين الاولانيه، لان بتبقى الصفات مختلفه والعادات والتقاليد مختلفه. لكن خلينا نقول ان آه، تغيير الادوار هو اللي سبب مشكله كبيره. هو مش تغيير، ده لود. يعني في تلاقي بنات دلوقتي بيقول لك ايه، يا قاسم امين ده تعبنا قوي. احنا كنا قاعدين في البيت. ما هو شوفي، استاذتنا في التربيه برضو دكتوره ناديه جمال الدين كانت دايما تقول ايه، احنا طول عمر المراه المصريه بتعمل بتعمل كانت بس تعمل ايه، بائعه خضار، فيلم بائعه العيش او بائعه الخبز، فيلم عفوا معظم الشغالات في البيوت ب 99%، لان في بعض دلوقتي بقت تجيب زوجها وتيجي هما الاثنين مع بعض عشان يخلصوا بسرعه. فاذا بس هي الاعتماد كله على المراه. ما كانت عامله، هي بقت المشكله دلوقتي انها عامله منافسه او عامله بياقات بيضاء مثلا. لا، ما طول عمرها هي بتقدم السفره، وهي اللي عند الناس يعني سفرجيه، وبتقدم وطباخه وبتعمل كل حاجه وخياطه. وزمان كانت قبل ما يبقى فيه الغسالات الفول اوتوماتيك كانت بتاخد الغسيل تغسله وتجيبه. يعني اذا المشكله مش في هنا مش تبادل الادوار، ده احنا ضفنا على نفسنا ادوار واحنا خدناها من اوروبا. وهي اوروبا بدات بعمل المراه بايه؟ بعد الحرب العالميه. صح. لان معظم الرجال ماتوا يا ماتوا يا في الحروب لسه. طب البيت يمشي ازاي؟ طب المصانع دي تقف؟ طب الدنيا تقف؟ فنزلت تعمل. هنا في احتياج في الاسر، فباحتياج انها بتبقى زوجه ومشايله معاه كل المسؤوليات وبتشاركه حتى في الانفاق على البيت. مش عيب، ومش ما فيش حد بيجبر على ده، لكن هي بتشوف بيتها ناقص ايه وهو عامل كل اللي عليه ما بتبخلش. لكن لو هو بيبخل او ما بيعملش، لان هم ساعات كتير بيبقوا مع بعض وعارفين دخل بعض، فلما يبتدي يتقاعس عن بعض الادوار كده، فهي هنا بتبقى فيه يعني غصه في النفس زي ما بيقولوا. فتعمل ايه؟ لكن هي بتدعم عشان خاطر ولادها، مش عشان هي ممكن يعني تتناساه خالص وتعيش لاولادها وتدعم بده. ولو عندها الدخل وهو عارف، ممكن يحسب لها انت لما ترقيتي بعد الانفصال اخدتي كذا وعملتي، ما هو كله لاولادك، هو انا خدت حاجه لنفسي. طيب خلينا نتكلم في المراه اللي مكمله. يعني احنا اتكلمنا في الطلاق وازاي يتم بشكل مثقف ولطيف، وازاي ان هنا نبقى اصدقاء، وان احنا ما بندفعش فواتير بعض من خلال الاولاد خالص. لكن خلينا احنا مكملين بالرغم من الحياه قاسيه، وبالرغم ان انا نفسيا مش تمام. طب ما نكمل واحنا نفسيتنا تمام، يعني ده القصد بقى. يعني احنا ما نكمل واحنا نفسيتنا تمام. انا بقول المراه اللي بتكلم عن المراه، طب انت متحيزه قوي. لا، انا مش متحيزه، لان الراجل في اي وقت ممكن يخرج، ممكن يقعد مع اصحابه ويسافر. المي تايم بتاعه متاح وعلى طول ممكن يعمله. مش بعيد يتعرف على حد، يعني انا صريحه. لكن هي بقى لازم تعمل لها مي تايم عشان تكمل من غير نوع عقد نفسيه، عشان تكمل. ما تجيش كل شويه تقول لاولادها انا استحملت وعملت وصبرت عشانكم. لا، ما انا مش عايزه برضو دي. مش عايزه تعيش طول عمرها دور الضحيه. انا عايزاها تكمل وهي عندها نفسيه حلوه لطيفه. مش هقول لك ان سعاده، يعني مفيش. يعني احنا عايزين نكمل واحنا لطاف. تنصحيها بايه؟ هي هتكمل اهي مع اولادها ومع جوزها الرزل بس ايه؟ بشكل لطيف. حلو. كتير من الاسر اللي هي حافظت على او الزوجات اللي حافظت على اسرها كانت ما بتعملش نوع من التركيز على هذا الزوج. الله. بتعمل لنفسها عالمها الخاص. صحيح. هتروح مع مجموعه من صديقاتها يروحوا النادي مع بعض، ليهم رولز كده. انت خارج وانا خارجه، بس مش بنديه. لكن انت خلاص خرجت وانا معايا اولادي كمان، ده اولادي واولاد صحباتي بيلعبوا مع بعض، فخلاص احنا شلنا اللود ده من عليه. حلو. في واحده تانية عندها طموحات، اعملي دورات تدريبيه مختلفه، اعملي دراسات عليا مختلفه، ده هينفعك كمان في شغلك طبعا.
تناسيه، لان مش اللي انت واخداه ده هو الشرير والتانيين ملايكه. طبعا هو ده كلهم كله في كده وكده. معظمهم مم. يعني في مشكلات، مم. والتاني في يعني ايجابيات. خلينا ان احنا نقول ان الاثنين فيهم ايجابيات وسلبيات. مم. هننتقي الجزء الايجابي ونتعامل معاه ونتغاضى بشكل كبير عن السلب. عن السلبي، او نقدم له النموذج ده من خلال صديقاتنا بقى. دي حقيقة. يبقى انا فعلا ابص على ايجابياته، مش دايما اركز في سلبياته، واوعدك ان انت مع طول الزمن هتبداي تاخدي جدا على سلبياته. وزي ما دكتورة منى حسين قالت، ان مش دايما اخليه هو محور تركيزي، هو محور تفكيري. اصله ما عملش، اصله ما خلاش، اصله ما قاليش. لا 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 ايوه ايوه، لا لا مشكله. لا 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 لا. انت هو محور من ضمن المحاور في حياتك، زوج واولاد وبيت وشغل واهتمامات ونادي وي وي وي، الحياه تمشي زي الفل. دكتوره منى حسين، كاتبه واديبه واعلاميه، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا الكرام، بننتقل للجزء اخر من الحوار مع زميلتي رانيا حامد وبعد الفاصل.